ولد في 10 سبتمبر من عام 1946. تخرج في كلية التجارة واتجه لفن رسم الكاريكاتير، صاحب فكرة برنامج يا تلفزيون يا، والذي استوحاها من خلال عمله كرسام كاريكاتير، وكان يعرض خلال شهر رمضان. انطلقت أولى حلقات برنامج يا تلفزيون يا في عام 1984، واستمر عرضه 20 عاما. استضاف خلال برنامجه كبار نجوم الفن، منهم عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس، سهير البابلي، صلاح ذو الفقار، وعادل إمام وغيرهم. اتجه للتمثيل حيث شارك في أكثر من 17 عملا فنيا، وكانت البداية في عام 1990، وحمل الفيلم الأول عنوان صف عساكر، والذي شارك فيه النجمان محمد رضا وأحمد بدير. وشارك في نفس العام بفيلم جحيم 2 حرجادة بطولة النجم سمير صبري، كما شارك في فيلم الواد سيد النصاب بطولة الراحل سعيد صالح والقديرة إسعاد يونس. يا بنتي انا حميدو بحبك بموت فيك يخرب بيتي. اختي شمام الناس تقول علينا ايه؟ ما يقولوا اللي يقولوه، ناس تزغرط ترقص تهيص. نحمده الصبر وصبر نحمده. كلامك حلو قوي يا ولد، انا مش حامله كده. كانت أولى أعماله التلفزيونية مسلسل دموع صاحبة الجلالة، وكانت البطولة للنجمة ميرفت أمين من خلال شخصية الصحفي الانتهازي محمود عجب، والذي قدمه النجم الراحل فاروق الفيشاوي، وكيف صعد على أكتاف النساء. كانت آخر أعماله الفنية فيلم عليه العوض عام 2003، وخاض بطولته الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة إلهام شاهين، وذلك بعد عودة من الغياب عن التمثيل امتدت إلى 9 أعوام، منذ أن قدم فيلم 3 على مائدة الدم في عام 1994، البطولة للنجم الراحل محمود ياسين.